الدولة التي تتهم فيها الجزائر الإمارات الشر إنها بتحاول تلعب داخل الجزائر، وإنها بتلعب هذه الألعاب لصالح إسرائيل، وبتحاول تخترق الجزائر. وكان في من قريب هجوم على السفير الإسرائيلي في الإمارات. مش أول مرة، الأجواء متوترة بين الإمارات والجزائر. سفير الإمارات في الجزائر، أنا آسف، سفير الإماراتي في الجزائر، إيه السفير الإسرائيلي، شخص غير مرغوب فيه. خلاص. وكان في كلام ان الامارات ما بتديش تأشيرات للجزائريين، يعني بتتعنت في اعطاء التأشيرات للجزائريين. وقت حصار قطر وقفت الجزائر على الحياد رغم الضغوط السعودية الكبيرة والإماراتية، وما رضتش تشارك في ذلك الحصار، محور الشر اللي كان بيضم السعودية والإمارات ومصر والبحرين. رفضت تنضم لدول المقاطعة، وساعتها الإعلام الإماراتي كان بيتهم الجزائر بدعم الإرهاب. كان في خلافات دائمة حقيقة بسبب ألاعيب الإمارات داخل الجزائر اللي هي بتحصل داخل الدول العربية. أنا بقول لك ده بغض النظر إني بالتأكيد مش مع عسكر الجزائر، زي ما احنا بالتأكيد مش مع عسكر السودان. لكن لما السودان بقى حميدتي قدام البرهان، لا يمكن غيرك تنحاز للبرهان والجيش السوداني، مع ان رأينا في البرهان هو اللي كان السبب في حميدتي بعد البشير، وكان بيحضنه ويكبره ويشيد بيه ويقول فيه اشعار، وانه السبب انه التواطؤ بين حميدتي والبرهان هو عشان ما يبقاش السودان يحكمها اهلها ولا المدنيين. في الاخر حميدتي انقلب، فده ملوش دعوه. زي عسكر الجزائر اللي مخلين تبون وجهه، مجرد وجهه ما يقدرش يتنفس، مجرد وجهه بس. فانا بقول لك، لكن دي حقائق، لان وساخه الامارات تعلو كل الوساخه. اللعب القذر للامارات اللي هو لصالح الكيان اصبح واضح وضوح الشمس. ويبدو ان السودان حقيقه بحركتها الجريئه بالذهاب لمحكمه العدل، على فكره قرار محكمه العدل غدا في القضيه اللي رفعها السودان على الامارات، رغم الاكاذيب الاماراتيه ان القضيه اتسحبت. غدا 5 مايو قرار محكمه العدل بخصوص اتهام السودان للامارات بانها سبب في حرب اهليه وقتلت ناس في دارفور وتوريد سلاح لحميدتي وكده. بكره القضيه. فيبدو ان ده شجع الجزائر. المهم، ظهر ضيف جزائري من يومين في الاعلام الاماراتي يهاجم الامازيغ، ويتكلم على ان الامازيغ تبع الصهاينه، وكلام يثير الفتنه داخل الجزائر. سكاي نيوز العبريه. والامازيغ دول كان يعني اغلب الجيش اللي فتح الاندلس مع موسى بن نصير وطارق بن زياد كان امازيغي. الامازيغ دول اللي كانوا سبب ربنا سببهم سبب، يعني رجال من ظهر رجال، كانوا سبب ربنا خلاهم سبب في فتح السنغال، اللي السنغال النهارده الاسلام فيها 95% او 99%. انا بقول 95% عشان يعني اكون حريص في النسبه. السنغال مع يوسف بن شفيه. فيعني حضرتك، فطلعوا ضيف يطعن في الامازيغ بقصد واضح جدا كالعاده. يعني الامارات ما سلمش من اذى حد، لا السودان ولا ليبيا ولا مصر ولا اليمن ولا لبنان ولا الاردن ولا تونس، وبالتاكيد ولا الجزائر. فخرج ذلك الضيف في سكاي نيوز العبريه الاماراتيه الى نقطه ايضا ووجهه نظر انت عاده اعتمدتها في كثير من ابحاثك. قلت بان الامازيغيه صنيعه المخابرات الفرنسيه، وبان البربر أو لي بربر أصلهم عرب. ألا تطمس بذلك دكتور بلغيث هوية وتاريخ شعب كامل؟ هل يمكن لمؤرخ أن يلغي ثقافة بأكملها هكذا؟ والله
ليست هناك ثقافة، هذا مشروع إيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. المشهد ده مش هو السبب في الانفجار اللي حصل في الجزائر، لكن في تقديرنا هو القشة التي قسمت ظهر البعير. الدنيا ولعت. هجوم التلفزيون الرسمي الجزائري شن هجوم غير مسبوق في تاريخ العمل الدبلوماسي والإعلامي بين الدول، بل إني أكاد أزعم أن هذا الهجوم لم يشن ضد المغرب اللي بينهم خلاف كبير جدا جدا. هجوم غير مسبوق على الإمارات، غير مسبوق، استخدم فيه أصعب الألفاظ، مش عايز أقول أحط الألفاظ، ضد شيطان العرب وعصابته. ليست هي المرة الأولى التي تقدم فيها دويلة الإمارات المصطنعة على التهجم على دولة الجزائر السيدة والكبيرة والشامخة بلا سبب سوى تقديم المزيد من الولاء لكيانات شبيهة في الاصطناع ولعق أحذية سادة يقض مضاجعهم ما كان عليه بلد 1,500,000 شهيد. التلفزيون الجزائري بكل شراسة تعرف انه يعني قذارة الامارات ده مش السبب بتاع ذلك الانفجار، ده القشة، الحديث بتاع الامازيغ ده القشة التي قسمت ظهر البعير. طب ونحاول قبل كده من غير ما يقول اسم الامارات يعني يتكلم عنها وبتاع وكذا من غير ما يكون اسمها، وبعدين بلع لسانه. فالافعال الاجرامية اللي بتعملها الامارات واضحة انه انفجرت بسبب اللقاء اللي على سكاي نيوز العبرية، الراجل اللي بيتكلم على الامازيغ. فالتلفزيون الجزائري بكل شراسة وصف الامارات باوصاف لم تحدث من قبل في الاعلام الرسمي ضد الامارات. يمكن كانت بتحصل في وقت عبد الناصر نفسه ضد اشقائه العرب، كانت بتحصل ده، انما اداء اعلام رسمي يكون بهذا الشكل ده مشهد غير مسبوق. كل التنبيهات المباشرة والمبطنة التي كانت ترجو من المتآمرين أن يتورعوا ومن فاقدي الشرف أن يسترجعوا بعض دم الوجه الضائع، غير أن دويلة الإمارات المصطنعة تصر على إدارة ظهرها لكل ما سبق من ملح ومودة ولكل ما سجل من مواقف داعمة وناصرة حين التأسيس قبل 5 عقود. فهي دويلة لا يتجاوز سنها عمر أبسط إنجاز حققته جزائر الاستقلال والسيادة. يعني بص، او الفاظ لا تقال، يعني تشعر ملهاش رجعه. انا بعرض جزء من اللي قاله التلفزيون الجزائري فيما يشبه البيان الرسمي ضد شيطان العرب وعصابته في الامارات، هذا الشيطان الذي لم يسلم منه بيت. لو تعلم مقدار سعادتي في الاسبوعين الثلاثه بالقضيه اللي رفعتها السودان والجزائر، اني كنت هتجنن. الناس ما بتتكلمش ليه على ذلك الاجرام الاماراتي واللي وصل مبلغ غير مسبوق في الاجرام والوساخه والنطاعه. لكن اللي اخر ده هو ان الامارات حاطه السيسي تحت جزمتها، وابن زايد ماسك حاجات كتير على ابن سلمان لانه معلم رئيس ليه، مسجل له حاجات كتيره جدا لم ياتي وقتها. فكانت اكبر دولتين عربيتين صامتتين. فحقيقة الشجاعة السودانية وتلك الشجاعة الجزائرية غسلتني من جوه. والله غسلتني من جوه. بيان شبه رسمي جزائري هو الأعنف ضد إمارات الشر. هذه الدويلة المصطنعة التي تحولت إلى مصنع لإنتاج الشر والفتنة عادت هذه المرة عبر إحدى قنواتها اللقيطة لتنفث شكلا جديدا من السموم والوساخة والعفن والوقاحة وسط الجزائريين. الفارق أن الدويلة المصطنعة تجاوزت هذه المرة كل الخطوط الحمراء وكل الحدود التي يمكن لجزائر العراقة والنبل والشموخ أن تغض الطرف أو أن تسكت. أوصاف غير مسبوقة، هجوم في غاية الضراوة، لم يكن يتخيل ابن زايد في أسوأ كوابيسه. كفوا ووفوا. عن التلفزيون الجزائري أتحدث.
القباحة تجرأت اليوم على أعز ما يملكه الجزائريون وأغلى ما يميزهم، أعز من النفط وأغلى من الغاز، وحدتهم وثوابت دستورهم وأسس هويتهم وانتمائهم، مستغلة وكل مرة صاحب نفس مريضة وتاجر إيديولوجيات في سوق التاريخ. فكانت الأسئلة مسمومة وجاءت الأجوبة وقحة خالية من أي سند علمي وبعيدة عن أي طرح موضوعي. وعاد بنا البرنامج الأرعن إلى أسطوانة مشروخة بالية حاولت وتحاول يائسة التشكيك في أصول الجزائريين وضرب التناغم بين مكونات هويتهم. نسي الأقزام القائمون على دويلة الإمارات المصطنعة أو تناسوا وهم الذين باعوا ما لا يملكون، العرض والحياء والشرف لأسيادهم السفاحين، قتلة العزل من الأطفال والنساء والمسنين. بيتحدثوا عن اللي احنا بنقوله طول الوقت ان امارات الشر مجرد صندل في رجل الكيان. هكمل لك، لكن في حد اسمه محمود مسمي نفسه محمود او محمود ابو تريكة 10 كده. استاذ معتز، حكم محكمة العدل الدولية ليس له فائدة، وهذه المحكمة ليست لها قيمة، وقد فضحت غزة كل شيء، كل تلك المسرحيات عبثية. لا يا استاذ ممدوح او محمود او واتيفر كان اسمك، ليك كل الاحترام والتقدير. لا محكمة العدل رغم مورس عليها ضغوطات غير طبيعية من امريكا وقفت واصرت، وتم تغيير رئيس المحكمة، ومع هذا ما زال نتنياهو في كل خروج بيتحسس الدول اللي بيعدي من فوقيها نتيجة حكم محكمة العدل الدولية. لا، محكمة العدل مش هي مجلس الأمن، مش بقول إن هي الحاسمة القاسمة البتاع، لكنها خطوة في غاية الأهمية. التلفزيون الجزائري استخدم كل الأوصاف غير المسبوقة ولا المعهودة بشكل لم يكن يتخيله شيطان العرب. الضاربة جذوره في أعماق الأرض والمرتفعة أنفته إلى عنان السماء، يمكنه أن يتجاوز عن أي شيء وكل شيء صادر عن شقيق مزعوم ومتآمر منتحل لشخصية الأخ والصديق، غير أنه بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يغض الطرف عن الجرأة على وحدته والمساس بأسس هويته وثوابت دستوره. فاليد التي تمتد تقطع، والقدم التي تطأ تبتر، واللسان الذي يطلق يقلع. جابوا البت دي منين؟ دي بصراحة بتتكلم اسمها ايه بتاعت الجزيرة، فاطمة الزميلة العزيزة فاطمة الأريكي. المهم دي فاطمة بتاعت التلفزيون الجزائري الذي يتوعد برد الصاعين لابن زايد اللي حطوا عليه حطة غير مسبوقة. الأقزام القائمون على دويلة الإمارات المصطنعة لا يمكنهم أن يدركوا هذه المعاني السامية ولا أن يفقهوا هذه القيم الراقية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والشرف تاج على رؤوس شرفاء لا يراه اللقطاء. الجزائر لن تقف باكية على أطلال ما قدمته للدويلة المصطنعة من دعم ونصرة، ولن تضع يدها على خدها منشدة قول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، لكنها وكما يفعل الشامخون سترد صاعين. انا مش عارف بصراحه اختار اي جمله اعلق عليها. ياهو الخطاب الجزائري عندكم وانتوا شيلوا منه. حقيقه كل وسائل الاعلام الجزائريه بعد التلفزيون الرسمي تقريبا كانت تهاجم امارات الشر هجوما شرسا. اتفق القوى التي تريد المضي قدما في احتلال هذه المنطقة العربية اتفقوا على زرع أجسام غريبة في المنطقة العربية. هذه الأجسام الغريبة هي التي من شأنها أن تحدث تصدعا وانشقاقا بين الدول العربية. أعتقد أن العديد من المفكرين والعديد من الاستراتيجيين يصنفون الكيان الصهيوني على أساس أنه الجسم الغريب. الكيان الصهيوني لم يصبح جسما غريبا لأنه أصبح عدوا معروفا يرى، معروف استراتيجيته، حتى أن مسؤوليه يصرحون باستراتيجيتهم العدوانية تجاه المنطقة العربية، تجاه القضية الفلسطينية، تجاه الدول المحيطة بفلسطين. لكن أعتقد في نظري عبد الغفور أن الجسم الغريب هؤلاء الذين ينطقون بألسنتنا، وهؤلاء الذين يدعون أنهم جزء من هذا المجتمع العربي، لكن هذا الجسم الغريب حقيقة هو الذي تزرعه، هو ذلك الجسم العربي الذي يخدم الأجندات الصهيونية.
بالله عليكم هذا الكلام بكل تواضع مش مجرد تنويع على اللحن اللي احنا بنأكده بقالنا أكتر من 10 سنين بخصوص الإمارات، وأنها ظل إسرائيل في المنطقة، وإنها زرعت زرعا شيطان العرب اللي قتل إخواته وقعد أخوه غير الشقيق ملك الإمارات سمه، وفضل عاجز لسنوات وانقلب على الجميع، منتهى القذارة. المهم الإمارات طلعت لجانها وأشباه رجالها يهاجموا الجزائر ويهددوها بمصير السودان. شوفي الوساخة. البلوشي: لن نقبل أي وساطة أو اعتذار بعد اليوم يا تبون، فقد فتحتم على أنفسكم أبواب جهنم ولكم عبرة في السودان وماذا فعلنا بجيش الكيزان. بص الغرور وصل بهم لأنهي مرحلة؟ إلى تبون المأبون وكل متفرنس يتطاول على سادة العرب. أنتوا سادة العرب يا نجس، وشيخهم شيخ العرب محمد بن زايد يا نجس، شيخ العرب. الذبابة لا تهز الجبال والإمارات صانعة قرار، فمن هي الجزائر وتاريخها المشوه؟ الجزائر مين هي وتاريخها المشوه؟ يا ابن سلطح ملطح. من يعادي الإمارات مصيره معروف، ونحن إذا قلنا فعلنا وإذا ضربنا أوجعنا. منتهى الوساخة، منتهى الوساخة. عبد الخالق عبد الله: وجه التلفزيون الجزائري الرسمي سهامه أمس إلى الإمارات والتطاول على رموزها بتقرير مقرف وقبيح ومتوتر يفتقد الكياسة والفطنة والاتزان. كل ذلك بعد حوار مطول مع مؤرخ جزائري في قناة إماراتية تقول الأنباء أنه أصبح قيد الاعتقال. أفضل رد على خطاب سوقي وقح هو عدم الرد والتحلي بأخلاق عيال زايد. خد في شر يا عبد الخالق. عيال زايد ما عندهمش أي أخلاق، ما عندهمش أي أخلاق يا عبد الخالق. الإمارات تبني الحضارة وهم يبنون الأوهام. هي الحضارة بالخوابير يا بتاع؟ الله يعز الإمارات وشعبها عن الرعايا الفرنسيين. هي دي الحضارة؟ هي دي الحضارة؟ هي دي الحضارة؟ بقى أنت بتتطاول على الجزائر؟ يا نهار أبيض. بقول لك المثل الصيني عبقري: عندما ترى للأقزام ظل طويل فاعلم أن الشمس قد أدنت بالرحيل. بقى عيال زايد عندهم أخلاق، والإمارات بقى عندها حضارة، والجزائر بقت تاريخ مشبوه. يا نهار أبيض. كيف نبت كل هذا العفن في حارتنا؟ أعتقد وأنا كتبت كده في تغريدة إنه من اللي شجع الجزائر تاخد هذه الخطوة هو اللي عملته السودان من تصعيد ضد الإمارات.